سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة يا رب للجميع. اليوم غادي نقدم معكم الطريقة ديال الرفيسة بالدجاج على الطريقة المغربية. نبداو على بركة الله. بعد ما شرمنا الدجاج بلقامة وثومة كنعملوه في الكوكوط وكنضيفوا له البصله مشلضه والسمن، شويه ديال العدس، ثومه، كركوبه ديال الثومه والقزبر والمعدنوس مربط بهذا الشكل هذا، وزيت الزيتون، زيت المائده، الملح وراس الحانوت. وكنخليو الدجاج يطيب وكنمشيو كنكملوا على العجينه ديال المسمن اللي عجناها بالفينو والدقيق والملحه وشويه ديال الخميره ديال الخبز، شويه ماشي بزاف. وعلى بركه الله بعد ما سالينا المسمن غادي نبداو نطيبوه بهذا الشكل هذا. هاد الرفيسه كتجي بنينه بزاف ولذيذه، وهذا هي الوقيته ديالها ديال البرد. وبعد ما كنكملوا طياب ديال المسمن كنقطعوه بهذا الشكل هذا وكنضيفوا الدجاج بعد ما حمرناه. وهرفسه بالدجاج بعد ما وجدات كنقدموها بالصحه والراحه، وشكرا جزيلا للجميع.